السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. احنا دلوقتي في ميدان الفسحه او ميدان سيدي بشر الترام، محطه سيدي بشر الترام. خلاص تفصلنا ايام عن وداع ترام الرمل، هنقول له وداعا وهننتظر بقى الترام المحطات. الطريق كله في شكله الجديد وفي ثوبه الجديد ان شاء الله. يا رب يكون عند حسن ظن اهل اسكندريه، لان كل اهل اسكندريه كلنا وانا واحده منهم طبعا زعلانين على ان احنا هنودع ترام الرمل. بس ان شاء الله املنا في التطوير خير ويبقى احسن. وهنا ميدان الفسحه، طبعا محافظه اسكندريه عملت ان لازم يتم توفير بديل للترام عشان نحل ازمه المرور. ومن ضمن البدائل تم خلاص رسميا عمل محطات الاتوبيسات اهي. اول محطه عندنا هنا اللي هي محطه ميدان الفسحه او ميدان سيدي بشر الترام اهو، محطه اتوبيس. هيبقى عندنا كمان المحطات الرئيسيه، يعني هنا سيدي بشر الترام وفي سيدي جابر وفي محطه الرمل، عشان هيمشي في نفس المسار. تمام، سواء هيمشي كده نفس المسار، يعني نفس مسار الترام، او سواء هيمشي بقى على البحر. خلاص كده، بالاضافه طبعا المشاريع من اول فيكتوريا هتمشي برضو كده. وعارفين ان احنا الشارع ده اللي هو موازي ودع الترام يلا وداعا هتوحشينا ترام الرمل، هتوحشنا الترام. كنا بنقولوا ايه يا اسكندرانيه؟ طبعا الطريق هنا الشارع اللي هو عبد السلام عارف الموازي للترام طبعا تم غلقه، لان هو هيبقى الجاي من فيكتوريا، يعني في اتجاهنا كده، سواء هيطلع على خالد بن الوليد كده او سواء هيكمل في نفس مسار الترام. تمام. والطريق البديل بقى اللي رايح هيبقى اللي هو يمين خط الترام. تمام كده. هنروحوا بقى، طبعا احنا عارفين ان هيكون عندنا ازالات على مسار ترام الرمل. ايه الازالات؟ الازالات اللي هي الانشاءات اللي على مسار الترام نفسها. صورت لكم قبل كده طبعا محلات فيكتوريا اللي على محطه فيكتوريا، لان المحطه نفسها كلها هيتم ازالتها. الثلاث بيوت اللي في السيوف اللي بين يعني سيدي بشر والسيوف اللي هم على المسار نفسه، دول هيتم ازالتهم. هنمشي، انا عامه هروح بكوس ونشوف الاجواء في بكوس والزحمه. تمام. ونشوف كمان مثال للحاجات اللي موجوده على مسار الترام، او العائق او المنفعه العامه اللي على مسار الترام اللي هيتم ازالتها. خليكم معانا، اشوفكم في بكوس. خلاص، يعني انا مش عارفه، انا يمكن يعني ربنا يعني يديني العمر اشوف الترام الجديده ان شاء الله 2027. ممكن تكون دي اخر مره اشوف فيها ترام الرمل هنا في سيدي بشر، ان خلاص الايقاف اول فبراير زي ما احنا عارفين. يلا بينا على بكوس. تذكره ترام الرمل للذكرى 5 جنيه. وهنا البيوت اللي على مسار الترام، الثلاث بيوت لو فاكرين اللي قلت لكم في السيوف، هيتم ازالتهم تمام لفتح الشارع، وكمان هم واقعين على المسار نفسه. تمام، فهم دول. هنا بقى دخلنا على فيكتوريا زي ما انتم شايفين، محطة فيكتوريا. الازالات داخل المحطة نفسها، المحلات اللي في المحطة نفسها، كل ده طبعا هيتغير ان شاء الله. نشوف اسكندرية جديدة وافضل واحسن ان شاء الله. تعالوا بقى ايه، نروحوا لبكوس وما ادرانا ما بكوس وجولتنا هنا. انا دلوقتي وصلت محطة سفر اهي، مسار الترام محطة سفر هناك كده، وكده خلاص قدام كده محطة بكوس. بصوا الزحمة، يعني ان شاء الله بكوس طبعا عارفين من المناطق الزحمة المتكدسة جدا جدا، منطقة ذات كثافة سكانية سامعين عالية جدا. فالترام طبعا هيعمل فرق شاسع بعد التطوير، خاصة انه هيبقى المسار علوي. تمام، فهيفرق هنا. بس هنا في جزء ارض اعلى، يعني بصوا الجزء ده مرتفع عن الجزء ده. تظبيط بقى الارض والدنيا بعد ما يبقى الترام علوي، المسار بقى تحت الترام هيبقى ازاي. هو بلا شك هيبقى المسار اوسع ان شاء الله وانضف. فالترام المناطق دي اللي المترو فيها بين البيوت، لسه نروح عند المترو والترام برضو بين البيوت، هيفرق فرق شاسع ان شاء الله بعد التطوير. تمام. هروح بقى عند المحطه نفسها عشان تشوفوا الازالات. طبعا الازالات مفيش اي ازالات لا للمنازل ولا للبيوت ولا المحلات اللي هي على الجانبين اللي هي بعيده دي. احنا قلنا مسار الترام نفسه. خلاص خليكم معايا. بصوا المزلقات، طبعا الترام مسار علوي، يعني هنلغي المزلقانات التقاطعات ان شاء الله. ما اشوفش الحاجات دي، يعني الزحمه دي والحاجات دي.
الازالات بقى زي كشك زي كده، المحلات اللي على المحطه قدام كده نفسها. تمام. احنا هنا خلاص داخلين، يعني احنا كده خلاص محطه ترام بكوس. طبعا ضمن الازالات اهو الحاجات دي، المسجد، المباني دي، القهوه، المحلات. طبعا هم عطوهم انذار بالاخلاء من يومين، ان هم في خلال يومين يتم الاخلاء، بس انا شايفه القهوه والمحلات وكل حاجه موجوده زي ما هي. اهو لو زومنا كده عملنا زوم، كل دي كده اللي في المسار نفسه او على المحطه نفسها ازالات، مفيش حد اخلى حتى الان. اهو محلات شغاله، الناس موجوده، القهوه شغاله. فهي دي هتبقى الازالات على طول مسار الرمل اللي متواجد على المسار نفسه. تمام كده. نروحوا بقى ناحيه مترو اسكندريه ونشوف اخر التطورات. خليكم معانا. هنروح كده بقى تجاه شارع مصطفى كامل، وبعد كده نكمل لمترو اسكندريه. يعني بصوا بكوس دولة وجمهورية لوحدها. ماشي، خليكم معانا. طبعا الشارع الجاي التقاطع العرجي هيبقى شارع مصطفى كامل. أجواء رمضان. شارع مصطفى كامل بقى بكوس واجواء رمضان، تحسوا كأن رمضان جاي. احنا هنمشي شارع سينما ليلى ونروح بقى على مسار المترو نشوف اخر التطورات. بوريكم اجواء الشارع. وصلنا مزلقان سينما ليلى زي ما انتم شايفين، الاعمال اكتمال الاعمده، بس لسه الكاميرات طبعا ما ترتبتش. وكده مسارنا البكوس، والعكس طبعا محطه الظهريه قدام، والمترو اصعب الاماكن بين البيوت والزحمه والناس. طبعا هيرحمنا كتير من المزلقانات والتقاطعات، وهيبقى يعني هيحل ازمه مروريه كبيره جدا جدا في المناطق دي ذات الكثافه السكانيه العاليه. تعالوا بينا بقى نروح عند مزلقان بكوس، خليكم معانا. كنا من فترة كده شهر تقريبا سمعنا عن تصدع أحد المنازل في الظهرية، بس ما فيش خبر، وقالوا توقف العمل ومش توقف العمل، يعني بعض الصفحات نشرت، بس ما فيش خبر. لو كان طبعا في إزالة للمنزل أو نقل السكان، كان أهل المنطقة والناس، وكان هيبقى يعني خبر متداول ومعروف. لكن الحمد لله يكتمل إن شاء الله على خير. ورايحين عند مزلقان بكوس، أصحاب مزلقانات مترو اسكندرية. ووصلنا مزلقان بكوس، واهي يافطة المحطة. كل ده المسار طبعا، مزلقان، السوق، الزحمة. طبعا المحطة، أعمال المحطة قدام. احنا هنا المزلقان بالظبط. خلاص اهو كده المحطة. طبعا موقع نفس موقع المحطة ما اتغيرش زي ما هو موقع محطة بكوس. ودي اخر التطورات، ما فيش جديد يعني. انا جيت من فترة، الحال كما هو عليه، ونشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. شوفوا فيديو غبريال، شفنا غبريال ومسار مترو اسكندريه في غبريال، واخر التطورات من غبريال لفيكتوريا هتلاقوه موجود على القناه. هقفل بقى عشان الزحمه والسوق. ما تنسوش الاشتراك، تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا والسلام عليكم. جيجي رضوان.